ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تفضلوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى مكرونه بشكل جديد وبشكل حلو قوي وبطعم جديد. لكن قبل ما اقول نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هنجيب مع بعض قطع من اللحمه. تمام، هنقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنشوحها تشويحه في الحلة بتاعتنا، علشان خاطر احنا عاوزين اللحمة يبقى لها نفس التشويحة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين كده يا حبيبي، احنا عاوزين يعني نفس ديت بالظبط، وعاوزين نفس الطعم ونفس الشكل. وبعد كده هنحط طبعا شرايح الفلفل بتاعنا الالوان، ونحط طبعا قطع صغيرة من البصل. تمام، انا عملت بصلة. لو انت حابة تكتري مفيش اي مشكلة، تعملي مثلا بصلتين مفيش اي مشكلة. زي ما انتوا شايفين كده طبعا هيتشوحوا مع بعض. وبعد كده هنحط معاها معلقه من الثوم. وبعد كده هنحط طبعا قطع من الطماطم، هنقطعها مكعبات صغيره. وهنحط معلقه من الصلصه علشان تدي لنا اللون اللي احنا عاوزينه. وطبعا لو انت حابه بقى تحط بقى فلفل كده حراق، احمر اخضر زي ما انت حابه. طعمها كانت روعه والله العظيم، طعمها خطير. وبعد كده هنجيب بطاطساية، هنقشرها ونقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، مكعبات صغيرة يتشوحوا مع بعض. جربيها وهتتعيلي عليها. طبعا نحط بقى طبعا التوابل الموجودة عندك زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى المية بتاعتنا. انا ما كترتش في المية علشان انا عاوزاها انا عاوزة الحياة تستوي مع بعض كده وتبقى كويسة معايا. بقى طبعا ما خدت غلوة. تمام، حطيت كمان نص كوباية من المية. وبعد كده نحط بقى المكرونه بتاعتنا. بعد طبعا ما غليت معانا نحط المكرونه بتاعتنا، اي نوع مكرونه زي ما انت حابه، مفيش اي مشكله. زي ما انتوا شايفين كده هنحط عليها بقى، هنحطها بقى في الصينيه بتاعتنا. طبعا هنحط في الصينيه بتاعتنا معلقه من السمنه. طبعا لو مش موجود مفيش اي مشكله عادي، بس انا ما كانش متاح عندي السمنه او الزبده، فمفيش اي مشكله. تمام، زي ما انتوا شايفين كده بقى، شايفين الحلاوه، شايفين الطعمه. هندخلها بقى في الفرن بتاعنا عشان تاخد الوش بتاعنا الحلو. زي ما انتوا شايفين كده طعمها روعه، والفلفل الحراق كان فيها خطير. شايفين حاجه فظيعه. اتمنى يكون الفيديو بتاعي يعجبك، متنسيش بقى بدعوه حلوه. مع الف سلامه.